تاتياهاو، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ في الفيديو ده هقول لكم عن اكتر رقم الصينيين بيكرهوه حرفيا، فلو مهتمين باللغة الصينية وبالثقافة الصينية كملوا الفيديو للاخر. طيب، اكتر رقم الصينيين بيكرهوه يا جماعة حرفيا هو رقم 4. طب حد يجي يسألني ليه رقم 4؟ بسبب نطقه في اللغة الصينية ص. برضو حد يقولي وفيها ايه؟ فيها ان هو متشابه جدا لنطق كلمة الموت في اللغة الصينية. نطق كلمة الموت في اللغة الصينية ص. هي بس بتختلف في النغمات وطريقة الكتابة، بس لما باجي بتكلم بسرعة مش هتلاحظوا الفرق ده. يعني مثلا لو انا عايزة اقول لحد غور في داهية، او مثلا ربنا ياخدك، اقول له ازاي باللغة الصينية؟ هنقول نيتشوس با. طيب لو عايزة اقول لحد دلوقتي الساعة 4، هقول شينزاي شصوديان. فلو انا بتكلم بسرعة زي ما انتوا اخدتوا بالكم كده الفرق مش هيبان خالص. فعشان كده الصينيين حرفيا مش بيحبوا الرقم ده، وبالنسبة لهم شؤم كده بيتشائموا بيه. وحتى في المستشفيات مش هتلاقوا على الغرف رقم 4، بمعنى ان هتلاقوا غرفة رقم 1 2 3 وبعدها 5 على طول، مفيش رقم 4 بسبب ان هو يعني بيتشائموا بيه. بس كده. فيا جماعة لو في اي حد بيحب رقم 4 وعنده اصحاب صينيين، بليز ما تقولهوش ان انت بتحب رقم 4. وبس كده، ويا رب الفيديو ده يكون عجبكم. ولو مهتمين بالثقافة الصينية واللغة الصينية تابعوني عشان تشوفوا فيديوهات اكتر واكتر. والفيديو الجاي هقول لكم ايه اكتر ارقام الصينيين بيحبوها وبيتفائلوا فيها. وبس كده، اشوفكم في فيديو جديد. باي.